انما النهارده انا اسف ان اكون بتابع ماتش لفريق عنده تاريخ كبير زي الاهلي، ويكون فيه كل اللعيبه في الملعب بلا استثناء مش عارفين يعملوا اساسيات الكوره. ما احنا فاقدين اساسيات لعب الكوره. انت فاقد ايه؟ الاهلي فاقد اساسيات اللعب. مسؤول من نادي تاني فاقد اساسيات كره القدم، فاقد اساسيات كره القدم. الاهلي بلعيبته يعني محمد علي بن رمضان فقد اساسيات لعيب كره القدم. زيزو اللي كان هو عنده هو من شهرين كان احسن لعيب واعظم لعيب في افريقيا. امام عاشور فقد الاساسيات لعيبه كره القدم، وسام ابو علي وحسين الشحات وحمدي فتحي وديانجو كل دول فاقدين. امال احنا فاقدين اساسيات لعيبه الكوره. انت فاقد ايه؟ انت عارف الفرق اللي بيني وبينك في الثلاث سنين قد ايه؟ 63 نقطه في اساسيات كره القدم. انت لسه بتتعرف عليها بقى، تمام؟ فانت بتتكلم على حاجه يعني خلت اللي يسوق، مش عايز اغلط، مش عايزين نغلط في الناس، لكن بقى الموضوع بقى ده الحاجه الوحيده اللي تديني ان انا ابقى فاقد اساسيات كره القدم في الاهلي ان هو اللي يكون مختار اللعيبه، هو اللي يختار اللعيبه. بس انا حاسس ان الاهلي هو اللي تسبب في ده، يعني هو ما قدمه من اللعيبه. لا اللعيبه واحنا بنتكلم عن فكره الدفاع عن كبريائك الكروي. يعني انت كنادي اهلي محتاج تدافع عن كبريائك في البطوله ديت، عن اسمك وعن تاريخك، وماتش بورتو تتعامل معاه على ان هو حياه وموت، يعني بغض النظر بتاع تصعد او ما تصعدش. الفرق بين دي وكاس العالم للانديه في كل سنه كان بيبقى مختلف شويه في المره دي يا ابراهيم. ليه؟ كاس العالم للانديه انت بتتكلم في 4 5 6 7 انديه بالكتير قوي، تمام، وسريع. لكن ده فضل 4 سنين، والحقيقه انت عامل صفقات كويسه جدا. يعني انت عامل صفقات كبيره، صفقات كويسه. فكان المردود انا اشوف انه كان يبقى احسن من كده يعني. النهارده لما اتفرج تاني ومؤكد مره تانيه لعيبه الاهلي، وانا اسف ان انا بقول الكلام ده، اساسيات الكوره مش عارفين يعملوها. الاستلام والتسلم، وان انت تستلم الكوره بين الخطوط، وان انت تبدا هجمه، ازاي تقف في الكوره الثابته، التحولات بتاعتك مش عارف تعملها قدام الليفل ده. مش عارفين يعملوا اساسيات الكوره، الاستلام والتسلم والوقوف في الكوره الثابته والتحركات، الاساسيات بتاعت الكوره مش عارف تعملها. فده بيخليني كرجل مصري محب للكوره المصريه مره تاني ازعل واحزن للكره المصريه وصلت ليه ده بكل صراحه. لان انت النهارده بتتكلم على الاهلي في على الاقل 4 5 لعيبه اساسيين في منتخب مصر، فاحنا لازم نراجع نفسنا. وانا بتكلم هنا والله ما بتكلم ان الموضوع زمان. الوكيل فيك يا بعده يا بعده، حتى الله نعم الوكيل فيك. انا بقول لكل الناس اي اختبارات في نادي الزمالك يعمل له مقاطعه، ما تحضرش اي اختبار لنادي الزمالك. اهل الزمالك ده ما تفتحوش اي اختبار تاني. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. الناس جايه من بلادهم محافظات، الناس جايه من بلادهم محافظات. كبسوا يا اخوان. والله